يدخل نادي الهلال مباراة هامة وحاسمة له بدور الربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتفاق بمدينة الدمام اليوم. وتأتي أهمية اللقاء للهلال خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام نادي النصر بدور كأس الأمير محمد بن سلمان بالجولة 25 وفقدانه الصدارة التي تربع عليها لمدة تزيد عن 19 جولة بعد أن نجح النصر في خطفها بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع. وجاءت قرارات المدير الفني الكرواتي ماميتش للقاء الاتفاق بكأس الملك لتثير الكثير من الجدل بين جماهير الزعيم التي تطمح في حصد البطولات، حيث قرر الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال استبعاد الفرنسي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو ومحمد البريك والمدافع الإسباني بوتيا وكذلك الحارس العماني علي الحبسي، وذلك بغرض الراحة للخماسي. جاء هذا القرار من جانب المدير الكرواتي بهدف إراحة الخماسي للمباريات المقبلة، خاصة أن بطولة الكأس تأتي في آخر قائمة أولوياته هذا الموسم كما صرح من قبل، ولن تكون الغيابات الهلالية فقط على الخماسي هذا، ولكن يضاف عليها الثلاثي المصاب والذي لا زال تحت فترة العلاج، عبد الله عطيف وسلمان الفرج ونواف العابد. وكانت جماهير الهلال قد دشنت هاشتاغ للمطالبة بإقالة الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق بعد الهزيمة من النصر، بجانب استقالة الأمير محمد بن فيصل من رئاسة نادي الهلال وتولي أحد اللاعبين السابقين في الهلال رئاسة النادي. ويرغب زوران ماميتش في قيادة الهلال للمنافسة على دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.